العقيدة فقط في كلام الله، في صفة كلام الله عز وجل فقط. جل ضغط. وقبل انتكاسته كان الوحي له، الآن بعد انتكاس أعاد طبعته، وذكر في المقدمة أنني والله ما بدلت ولا غيرت في هذا الكتاب ولا تأمن. لا تأمنوا. هذا اسمه كان يعقوب اليعقوب. يعقوب اسمه يعقوب ابن يوسف اليعقوب، هو أصله عراقي، ثم عاش في الكويت، ثم أخيرا الآن عايش في بريطانيا. هذا الرجل عنده علم غزير في علم الحديث، علم غزير في علم الحديث. هذا الرجل بعد ذلك بدأ يمشي بالمتناقضات. أول ما بدأ كان يقول إن لله عينا واحدة، وبعد ذلك مشى ورد عليه الشيخ ابن عثيمين وأبدأ تراجع، ثم بعد ذلك جاء الأمر أنه ابتعد عن هذا الدين وصار يأتي بأمور يشككنا في الدين. ألف كتابا أنا رأيته، هذا كتاب في مجلدين عن اللحية، يناقش مناقشة فقهية وحديثية. والله تخاف على نفسك، أنت طالب العلم الذي قد درست وتعلمت علم الحديث، تخاف على نفسك. جمع طرقا كثيرة يشككك في بعض الروايات. وأيضا ألف كتابا عن إتيان المرأة في دورها على جوازها، وفي الأغاني وفي له كتب في علم المصطلح قبل أن يضل، له تحقيق كتاب في علم الحديث من الملقن، تحقيق بديع. لكن صار الحال الآن وهو في بريطانيا أعوذ بالله يشككم في ثوابت دينه، في أمور دينه.